بحوار مع برنامج كلامنا واعم، علق ناصيف زيتون على الموقف يلي صار معه على مسرح دار الأوبرا بدبي لما خانوا صوته للحظات، وبيقول بأنه هالموقف غير محبب لشخص عمره 14 سنة بالفن. وبيضيف ناصيف: أنا من الأشخاص يلي بيعملوا نقد ذاتي وبحاكم حالي بقسوة، ويلي صار بحفلة دبي غير محبب، بس مو مستحيل إنه يصير مرة تانية، ولكني ما بحب برر لأنه هالتبرير دليل على ضعف، ولكن هالشي ممكن يكون بسبب قلة النوم أو مرض. وبيأكد ناصيف بأنه عم بفكر بالاعتزال بعمر معين، وبيقول: لازم وقف وأنا بعز عطائي، ما بوقف وأنا تعبان أو مشوه فنيا، بس بتخيل لازم الإنسان يوقف بمكان فيه عز، مو بمكان فيه زعل وحزن عليه من الناس. ولكن أنهى ناصيف المقابلة بدون ما يحدد أي مدة زمنية للاعتزال. قولتكن، هل رح نشوف اعتزال قريبا لناصيف زيتون؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.